يسعد لي أوقاتكم حبايبي ومتابعي قناة ست البيت. بفيديو اليوم راح نشوف طريقة تجهيز وتخزين البرتقال لتحضير مشروبات ووصفات لشهر رمضان المبارك وحتى لأيام الصيف. راح نبدأ وصفتنا بغسل وتعقيم. راح ننقع البرتقال بالمي تقريبا 3 ساعات ونحط عليه كاسة من الخل ومعلقتين من الملح البحري الخشن. نتأكد انه كل البرتقالة تغلفت بالملح والخل. وبعد 3 ساعات راح اصفي المي ونشف البرتقال منيح، وبعدها راح اشيل بالسكين كل البقع السوداء اللي موجودة بقشر البرتقال. وبعدها راح ابشر البرتقال بمبشرتين، مبشرة ناعمة كتير والمبشرة الخشنة. اول شي راح نبشر البرتقال بالمبشرة الناعمة. طبعا أنا راح اخذ الطبقة البرتقالية فقط، حاول قد ما بقدر انه ما اوصل للطبقة البيضة، راح اخذ بس القشر البرتقالي. بضل بحرك ايدي وانا عم ببشر لحتى ما اعيد على المنطقة اللي بشرتها اكتر من مرة. وهيك صار عندي البشر الناعم جاهز لحتى اعبي بعلب وحطه بالفريزر لوصفات راح تلزمني خلال شهر رمضان المبارك. وبعدها راح نبشر البرتقال بالمبشرة الخشنة لأني كمان راح احتاجه في بعض الوصفات. وبنفس الطريقة راح اخذ بس طبقة رقيقة من القشرة البرتقالية. وبعد ما اخلص بشر البرتقال راح اعبيه بالعلب اللي راح احطها بالفريزر. وهيك صار بشر البرتقال عندي جاهز لاستخدمه بأي وصفة من وصفات ست البيت في رمضان. طبعا هالبشر ممكن يقعد معنا بالفريزر إذا كان محكم الإغلاق أكثر من 6 شهور. المرحلة الثانية هي إنه أقشر كل البرتقالات اللي رح أعملهم عصائر برمضان وخزنهم بطريقة يضلوا معي فريش لوقت اللي استخدمهم. الطريقة سهلة كتير، ومثل ما شايفين بالفيديو مع إني قشرت البرتقال رح أحاول شيل أي زوائد بشوفها من اللون الأبيض أو بعض القشور. وبالخطوة الثانية رح أقطع البرتقال اللي قشرته منيح لشرائح، وبعدها رح أحاول شيل كل البذور الموجودة بالبرتقال. وهيك البرتقال صار عندي جاهز لحتى أعبي بأكياس وخزنه بالفريزر. رح أعبيه بالطريقة اللي باينة بالفيديو. وبالنسبة لكمية البرتقال انت بتحدديها حسب عدد أفراد عيلتك أو عدد المرات اللي رح تعملي فيها عصير برتقال. وإن شاء الله رح أقدم لكم وصفات باستخدام شرائح البرتقال المفرزة لنعمل عصائر مميزة ومنعشة لشهر رمضان المبارك. وبعد ما عبيتهم بأكياس رح أطبقهم بهالطريقة وحطهم بالفريزر، ما رح ياخدوا معي مكان أبدا. بتمنى تكونوا حبيتوا واستفدتوا من وصفة اليوم، وإذا حبيتوها ما تنسوا اللايك وشيروا الفيديو لكل أحبابكم، واشتركوا بقناتي وفعلوا الجرس ليوصلكم مني كل جديد. مني إلكن أحلى وأغلى سلام.